صباح الخير. مش قادرة. هي المفروض دي سليمة شوية، بس مش عارفة هي جاية منفوخة ليه. دي تعويرة، في هنا تعويرة. آه، عيني باظت تقريبا، مش عارفة. في وجع جامد جدا جوه، مش قادرة اوصفه. كنت نفسي اشارككم قوي اجواء البيت، بس شكل اجواء البيت اصلا صعبة. انا احتمال اتطلق النهاردة. آه، جوزي وحماية جايين عشان في مشاكل بيني وبين محمد. هم عايزين يحددوا الفرح وانا عايزة اتطلق بصراحة. اللي هو انا مريت بظروف صعبة قوي 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 الفترة اللي فاتت، وهو ما كانش جنبي، فانا اصلا تعبانة ومبهدلة. وكمان بحضر لفرح يارا ان شاء الله 12/9. فمضغوطة ومشغولة ومخنوقة وزعلانة على نفسي وفرحانة باختي في نفس الوقت لقيت لك دي طالعه لي كده، مش عارفة جايلي منين، انت بتعملي ايه؟ انا مش عارفة. موجوع جدا والله. وكترة الضغط على دي ورمتها هي كمان وبرضه بتدمع. بس التأثير كله جاي من هنا أكتر بكتير. حاسة إني مش قادرة من الناحية دي. أنا هوريكم كده جزء من البيت عشان في جزء هيتظبط، وهوريكم أجواء الفرح بتاعتنا اللي في البيت. لما العفش والكلام ده بتبقى حلوة قوي بصراحة. فهديكم نبذة كده صغنطوطة ونرجع تاني. دي الحاجات اللي أنا عبيتها امبارح، رميت لها كل الحاجات دي كانت متبهدلة في كل حتة في الأوضة. وهنا برضو هنا في حاجات بقى في دول هتترص لسه. يعني الكراتين دي كلها لسه ما اتفضتش ومترصش فيها حاجة. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان الأوضة دي كان فيها القعدتين دول. كان في حاجات كتيرة هنا، لميت كل حاجة حرفيا. طلع لسه برا الحاجات دي، والأرض عايزة تتكنس كلها متبهدلة. وبره برضو احنا مش هنيجي جنب دي خالص، يعني دي هتفضل على وضعها ده، بالعكس ده ممكن يجيلها حاجات كمان. مش حاجات، اللي هي الشنطة دي واللمبة دي تمام هيدخل لها دول بس. لكن هاخد السجادة دي أصلا في الأوضة بتاعت ماما، والستارة دي هعلقها الناحية دي. الريسبشن بقى كان في اجتماع، فكانوا مبهدلين كراسي السفرة في كل حتة، وكرسي المكتب بتاعي والترب والبتاع دوت الفوتيه. ده غير ان الارض وسخة جدا عايزة تتكنس. فكل ده حوار بالنسبة لي، عايزة اعمل حاجات كتيرة اوي وعيني مش مساعداني خالص. ده غير ان في غسيل اساسا، يعني اللي هو نبذة برضو من ضمن الحاجات. حرفيا كل حتة مكركبة. مش عارفة عندي ازايز ولا لا. لا الحمد لله دول هيتحطوا في التلاجة بس. فاحنا عندنا دوشة هنا قوي. ربنا يعيننا على اللي احنا فيه بقى. وعيني مبهدلاني مصدعاني قوي. بصوا، هو انا سبت الدنيا تضرب تقلب هناك وجيت قشرت شويه بطاطس، والرخامه كانت متبهدله حرفيا، فلمعتها كده وظبطتها. كان في مواعين هنا شلتها وجمعت المواعين بتاعه البوتاجاز. فهحمر بطاطس بس مش هكملها، يعني هسيبها على النار واخلي حد يتابعها، سواء ميار ايه ميار مفيش حد كده. هخلي ميار تتابعها واخش انا شطه في ماما، لاني مش عايزه اغير لها بالليل، ما بقدرش. ف الله المستعان. ان شاء الله برضو البوتاجاز مش هنسيبه كده يعني. عايزه اقول لكم جاتني مكالمه وشويه حاجات كده حصلت نكدت عليا قوي. ما عملتش حاجات كتيره اساسيه. عموما هما دول كانوا هنا من الاول، انا نسيت اجيبها لكم. شويه حاجات كده كانت عندنا في الاوضه انا شلتها من هنا، يعني لو تفتكروا الحاجات دي كانت هنا جنب القعدتين دول. المهم اني رصيت المكان كده، لميتهم كلهم على جنب. والله العظيم انا ما فاكره اصلا لما بدات الفيديو كنت جايباهم على جنب ولا لا. وفضيت الجزء ده خالص، اللي هو كان في حاجات طبعا هي عايزه مكنسه ضروري. تصدقوني ما عرفش الفيديو يقفل لي. المهم يعني لميت الحاجات اللي كانت هنا كلها، فبقت الاوضه بالوضعيه دي. من الباب دخلت الباب من الجنب مفيش اي حاجه خالص، ومكان نظيف جدا. ولكن هما كده على جنب في الوش الحاجه على الكنب على الكنب على الكنب. ودول بقى اللي هي ما تصحى ان شاء الله ترصهم لي ونظبط كده انا وهي ايه، حاجه في حاجه. تمام. دخلت الحاجات اللي هي كانت هنا. اللمبه اهي. بصوا انا مش قادره اولع النور عشان عيني وجعاني جدا، فهديكم جزء من الثانيه. يعني كده يعتبر نص مغمضه. الحاجه بتاعتي رصيتها هنا، في حاجات اتحطها فوق بعضها وكله مبهدله الدنيا حرفيا.
بس عشان نخلص الجزء التاني، الجزء بتاع عفش يارا، سايبه السرير فاضي يا دوبك الشنطه دي مثلا تنزل هنا ولا في اي مكان عشان لو حد هينام. تمام، بس مش قادره افتح عيني والله. الجزء بتاع الصاله اللي هو الريسبشن، اما كانوا الناس قاعدين وبهدلوا الدنيا فرصتها بالوضعيه دي كده. هقفل الباب ده حاليا بعد ما اخلص يعني، هقفل الباب ده. بعد كده ادي الوضع هنا. انا طبعا مش هقدر اشيل دول خالص، يعني هيفضلوا كده اصلا. هما كده مش وحشين يعني، مش حاجه شكلها عرة ولا بتاع. هسيب المبرد هنا او هاخده عند يارا، مش عارفه. انا رصيت الدنيا هناك برضو، كان في شويه حاجات كده شلتها. الغسيل كمان كله يعتبر قرب يخلص، في حفطه واحده بس اهي. والجزء ده كده مفيهوش حاجه. دول عايزين يتغسلوا بس مش دلوقتي، دول سجاد. دول شويه مكتات كده صغنططه عايزه اغسلها بس مش دلوقتي. يا عيني عيني عيني. يعتبر مفيش حاجه هنا خالص كده. بالنسبه لي الجزء ده فينيشت، يعني مفيش اي حاجه انا محتاجها اصلا. الاساس دي هتتعمل في التلاجة بس مش دلوقتي خالص. ودول هيتملوا بس برضو مش دلوقتي. انا اصلا ما اكلتش لسه. بصوا، على ما يجيني البيض والزبادي عشان عايز اتبل البانيه، هعمل المواعين دي. ممكن اكملها كلها قبل ما البيض يجي هو والزبادي، وممكن ايه لا الاكل يكون جه وانا لسه مخلصتهمش، فهنعمل جزء كده واحنا في انتظاره. ايه الصلصه بس مش عارفه افتحها والله، لا هي لسه نايه. وهنا كان المواعين نضيفه يا عيني. بوم. دول بتوع الغدا، مش عارفه، مش قادره اعملهم بصراحه. هلو، وحشتوني. ليه بقول وحشتوني؟ عشان حرفيا بقالي بتاع 3 4 ايام انا ما بنزلش اي حاجه. أم، انا بسجل بس. يعني انا بقالي 3 ايام او يومين سجلت وبعد كده وقفت اي حاجه، ما سجلتش. امبارح ما سجلتش اي حاجه، والنهارده لسه هقول ايه اللي حصل معايا. الساعه 11:30. انا صاحيه الساعه 8 ونص بالظبط، كنت قايمه من السرير. آم، حصل معايا ايه، بعمل ايه، الدنيا ماشيه ازاي، ده حوارات كتيره قوي. هحاول اختصر شويه عشان في دوشه كتير قوي النهارده. موضوع اخر حاجه قافله عليها. انا هنزل ال3 ايام في فيديو واحد. بس اخر حاجه انا قافله عليها من حوالي 3 ايام، ان انا كنت بقول لحماية وجوزي وحماية جايين النهارده واحتمال اتطلق ومش عارفه ايه وبتاع. المهم ان هما جم، بس كانوا معاهم البنات. فمعرفتش، يعني معرفتش اقول اي حاجه براحتي، معرفتش اتكلم مع حماية خالص مع اني كنت بجد محتاجه اتكلم معاه. الراجل ده عقلاني جدا جدا، حقيقي ما بيتعاملش بالمشاعر خالص. يعني اللي هو مثلا آم، انا بحب ابني فبالتالي هقف جنبه، لا. انتي هتصعبي عليا فبالتالي هقف جنبك، لا. هو بيتعامل بعقلانيه، الصح والغلط. انا عندي بابا بيتعامل باللي هو انا عايز امن على مستقبلكم، انا عايز افرح بيكم، انا عايز اخلص منكم. فلا ده نافع ولا ده نافع. فانا كنت عايزه العقلانيه شويه، خلاص بقى انا عايزه اركن كل مشاعري على جنب. لاني حقيقي كانت عندي احساس بموت مشاعر، بتبلد مشاعر.
حقيقي مش عارفة أوصف إحساسي غير بكلمة تبلد. أنا مش حاسة بإني مبسوطة بالحياة دي. آآ كنت راسمة قصص وحياة وأحلام كلّها طلعت عكس أحلامي، فحاسة بتبلد مشاعر في القصة اللي أنا فيها دلوقتي. فبالتالي قُلت هاتكلم مع العقل، لإن دوّة هو حقيقي، حقيقي اللي هيدلني على الصح حتى لو الصح دوّة في فُراق. تمام. فلقيت البنات موجودين، فما عرفتش أتكلم خالص، ما عرفتش آخد راحتي خالص. المهم لقيتهم فعلًا بيتكلموا في موضوع الجواز، الدُخلة إمتى وكده، وتحديد الأيام اللي هننزل فيها نجيب العفش ونعمل نحجز القاعة. فكان محمد عايز شهر 9. طب إزاي وأنا محددة خلاص مع ميار، وميار خلاص حجزنا قاعة، هيبقى صعب. فكان بيقول لي 2/9. فبقول له إزاي يعني إزاي وأنا المفروض بفرش شقتها، يعني هفرش شقتها ولا هفرش شقتي، هبقى مع هنا ولا هبقى مع هنا، هبقى بعمل إيه؟ عادي يعني إيه المشكلة. ففضنا بقى أنا وبابا وميار وكده. بعد كده كسفت إن أنا كسفت اللي حواليا، وطبعا تقديرا، لأن موضوع التقدير ده معاهم بيجي في إيه، مع حمايا والعيلة وكده. إزاي نيجي لحد عندك وما تقدرناش، إزاي يحصل كذا وما تقدر، ففكرة ما تقدرناش دي بتتقال كتير قوي. فأنا احترمت الراجل والبنات الكبيرة وكده. قلت طب إيه رأيكم في أول جمعة في 10؟ ها قلنا 10/10. تاني جمعة في 10. فتوكلنا على الله. بس أنا ومحمد قعدنا قعدة كبيرة، اتكلمت معاه فيها كلام كتير قوي، بس الكلام ما انتهاش. يعني قلت له احنا محتاجين نتكلم. تمام. ففكرة ان احنا نحدد مع العيلة، سواء بابايا وبابا واخواته واخواتي، او نحدد انا وهو لوحدينا في أوضة في مكان، ده حاجة. وان انا وجوزي هنتكلم مع بعض سواء وصلنا لطلاق او تكملة، دي حاجة تانية خالص، ودي اهم من دي. فانا لا حددت بقاعة ولا حددت بفلوس ولا حددت ب... بحاجة اللي هي تبقى خلاص انت مخليانا اتكلفنا، او في حاجة حصلت مثلا اللي هي ايه، هتكسر الموضوع، هتكسر حاجة. ده كان مجرد دردشة، دي بالنسبة لي انا دردشة. فقلت انا ومحمد هنتكلم، كلام ما انتهاش. من هنا لهنا آم، فضلنا ساكتين 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 ومشيوا. وتاني يوم ما اتكلمتش معاه خالص وما كلمنيش خالص، لحد ما لقيته بيتصل بيا، ومش بيتصل، بعتلي على الخاص على المسجات رسايل نكش في دردشة ثقيلة، في دردشة رخمة. فعملت نفس الدردشة الرخمة. فمن هنا لهنا بلجت. واصلة معاه ان احنا خلاص يا هنتطلق يا اما يوم الاربعاء الجاي يا اما هنكمل. بص انا مش عارفة، انا فكرة الطلاق دي بالنسبة لي عمالة تيجي في بالي ليه، لان هو بيجي عليا بيجي عليا جامد قوي. بحسه بيبقى قاصد يرزل عليا، يرخم عليا. انا ما بحبش الترزيل او النكش، ما بحبوش. ما بحبش حد يجي عليا، ما بحبش حد يأذيني نفسيا. انا اصلا نفسيا متدمره، مش محتاج حد يجي يأذيني نفسيا. فبالتالي ما اعرفش هيحصل ايه، كلها في ايدين ربنا. حقيقي ما اعرفش حاجه خالص. انا اليوم عندي النهارده مشحون شحنه، عايزه اقول لكم البيت يضرب يقلب. مش قوي، بصوا من اخر مره نزلت كل حاجه في نفس مكانها، ولكن يزيد ان انا خلاص شلت الملايه عندي في الاوضه. عندي تل ازايز يتملي، البوتاجاز متبهدل خالص، عندي طماطم بتتعصر. بصوا حقيقي كميه حاجات. يعني عارفين اللي عايزه تعمل روتين حقيقي، تعالي معايا النهارده في الفيديو ده هيعجبك جدا. فأنا مش هنزل الفيديو مقسوم، اللي هو حصل ايه من 3 أيام، اللي هو حاجة ميار، اللي هو مثلا عينيا. أنا بالمناسبة في لقطة كده هتيجي اللي هي مثلا أول امبارح، ما أنا من 3 أيام عملت الفيديو. أول امبارح بقى كنت بصور برضو، صحي من النوم عيني كانت وارمة خالص، كانت بتموتني. وعرفت السبب، المنوم اللي هو مديهوني ليه تأثير على عينيا. أنا لما باخده بصحى من النوم عيني وجعاني. فالحمد لله، الله أكبر، بقى لي بالظبط يومين ما خدتوش.
الحمد لله عيني بدأت تهدى، في وجع بس أقل بكتير، بكتير، هتشوفوا منظر عيني كانت عاملة إزاي. صباح الفل، يومنا نشيط، يومنا مشحون، يومنا مليان، مليان حاجات كتير أوي، وإن شاء الله، إن شاء الله كلّها هتبقى حلوة أوي. أنا عن نفسي متحمسة جدًا، 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 مع إن في غسيل. كان عندي شُفتوا الغسيل اللي أنا ناشراه من حوالي أسبوعين ده والّا من أسبوع؟ فضل متطبّق محطوط ومرصوص من غير ما يتطبّق على كرسي بتاع ماما بتاع العَجَل، يا نهار لحد امبارح. امبارح رُحت قايمة بقى، أختي كانت قاعدة معايا، منى كانت لسه جاية، فقعدنا ندردش، وإحنا بندردش أطبّق هدوم ماما في الدولاب، في الهدوم الكبيرة بتاعة الملايات وهدوم ماما والجلاليب والكلام ده. فحقيقي استفدت جدًا، 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 ورصيت الهدوم كلّها. طبعًا آسفة لو حد كان عايز يبقى متنشّط، فالفيديو ده ما اللقطات دي ما جاتش فيديو عشان قاعدين بقى بنات وماما وكده، فكنا قاعدين براحتنا. ماير مش هنا، بابا مش هنا، فأنا متحمسة إن الاتنين دول أحيانًا لمّا بيكونوا موجودين بيقفلوني. فهي منّا بس هاروح أشغّل لها ring light عشان طلبت منّي أعمل لها شوية حاجات، وهاجي نبدأ يومنا. يومنا مليان حاجات كتير، إن شاء الله، إن شاء الله هتتعمل كلّها بكل حُب وبكل أريحية، وإن شاء الله نفسيتنا هتبقى الفترة الجاية أحسن بأمر الله، وأيًا كان اللي ربنا رايده بأمر الله أنا واثقة إنه هيكون خير. صبّنت الحمام البانيو امبارح، معلش برضه ما صبّنتوش في فيديو، حقيقي كنت باعمل حاجات مع ماما، فقُلت أستفاد بوقفتي وأنا واقفة معاها وصبّنت البانيو. آآ اللي جاي كلّه مش كتير ومش قليل ومش بسيط ومش مش هين. فيالّا من غير رغي كتير بقى، كفاية كل دي مقدمة، يالّا نشوف اللي ورانا. اكتشفت إن أنا أصلًا منزّلة الجزء بتاع اليوم اللي قبل عيني ما تورم كلّه، اليوم كلّه، اللي هو كان النهارده عمو خالد موجود، وعملت فيه المكرونة تقريبًا، وعملت فيه الجزء بتاع الأوضة بتاع يارا، لأ ما عملتش في الجزء بتاع أوضة يارا، عملت عمو خالد موجود، وروّقت حاجات في البيت وما روّقتش حاجات في البيت، وكنت مركّزة مع الأكل وكنت مركّزة معاهم، وبعدين انتهت فرحتنا وكانوا الناس جايين اجتماع. تاني يوم إحنا ما عملناش حاجة خالص، إحنا نزلنا حجزنا القاعة بتاعة شُرا، كنت مصوّرة شوية فيديوهات للقاعة وليّا أنا وهي، ورجعنا بالليل أوي متأخّر، فلمّا جينا عملت حاجات هنا، يعني أنا أول ما جيت ارتحنا شوية بتاع ساعة والّا حاجة، بعد كده قُمنا عملنا حاجات هنا، ما صوّرتش حاجة تاني، أنا نمت. صحيت من النوم عيني وارمة بقى، وكان المشكلة بتاعة عينيّا والتعب اللي أنا كنت فيه دوّة، كنت نايمة تقريبًا الساعة 02:00 أو حاجة زي كده، أو إحنا خارجين من الأوضة الساعة 02:00، لأ نايمة الساعة 03:00 أو 04:00. فاليوم ده أنا ما صوّرتش حاجة خالص، خالص. تاني يوم اللي هو يعتبر يعني لو الاتفاق كان الأربع، فالجمعة الخميس كنا بنحجز القاعة، الجمعة اللي هو امبارح برضه ما عملتش أي حاجة في التليفون. أنا حتى اليوم ما أعرفش كان تقيل عليّا أوي. ما أعرفش، كنت حاسة بتُقل امبارح أوي، رغم إن إحنا بالليل ضحك وهزار ومواعين وتطبيق غسيل، وبجد كنت نشيطة أوي بالليل، بس طول النهار أنا حقيقي كنت متضايقة ومخنوقة، مع إن كان امبارح مايرا وبابا ما كانوش موجودين، فكان ممكن أفتح فيديو، كان ممكن أدردش، كان ممكن يبقى في حاجات كتير أوي، بس ما أعرفش كنت مقفولة، مقفولة خالص. أنا دلوقتي باعمل في الInShot البرنامج باجمّع الصور، لقيت نفسي كنت أصلًا منزّلة الفيديو ده اللي أنا باقول عليه بتاع أنا ويارا، والفيديو بادئة بيه بتاع عيني الورمة، يعني أنا كده بادئة من أول امبارح بالضبط. تاني مش عارفة، بس أنا اللي أنا فاهماه إن أنا لحد ما كان عمو خالد موجود والاتفاق بتاع يورا، إحنا ما كناش بنعمل أي حاجة. تاني يوم لمّا رُحنا نحجز القاعة، أنا ما صوّرتش حاجة، لحد امبارح برضه ما كنتش مصوّرة حاجة. النهارده بقى هو الفيديو كده بادئ يوم ويوم مش 3 أيام، لكن تصوير أنا في يوم فصلت فيه تصوير، ويوم يومين تقريبًا برضه فصلت فيه تصوير، والنهارده بقى الحد. استنوا أتأكد، أيوه النهارده الحد فعلًا. أنا كده جمعة وسبت ما كنتش باصوّر أي حاجة، كنت مخنوقة مش لأ، أنا حاسة إن أنا مش مجمّعة، هُم أصلًا جُم يوم الجمعة، يبقى أنا كده ما صوّرتش الخميس وما صوّرتش السبت. صورت الأربع ونزلته يوم الاتفاق، والخميس لما نزلنا حجزنا القاعة، والجمعة أما هما كانوا جايين صورت جزء بسيط قوي منه في نص اليوم، وما كملتش حتى أصلا التصوير وقف عند تحمير البانيه. طب يعني في حاجات بالليل لأ، كنتش حاسة نفسي بأي حاجة يعني. عارفين، كنت مبسوطة بحجز القاعة، بس كنت مكروبة مع محمد، كنت زعلانة منه وموجوعة منه، حتى مش من غير ما يصالحني.
فبالتالي كنت حاسة إن لسه عايزة أتكلم معاه، وبعد ما أتكلم معاه أبقى أبدأ لكم بفيديو جديد. كنت هابدأ لكم بإن أنا عايزة أقول أنا حددت فرحي، أو أقول لأ خلاص أنا حرفيًا رسمي أنا باتطلّق. فبالتالي أنا ما كنتش عارفة أبدأ منين، فاهمين؟ وأنا لا زلت أصلًا لسه باقول ما أنا لا محددة ولا متطلقة، فاللي هو كحياتي الخاصة. أما مع حياتي في البيت لأ، تعالوا النهارده نتنشط، ورانا حاجات كتيرة أوي، والبيت حقيقي مش عاجبني. يمكن لمّا البيت يتغيّر شوية أنا كمان نفسيتي تتغيّر شوية. يالّا. بُصّوا، هو الجزء ده أنا مش هاعمل فيه أي حاجة غير إني هاكنس بس، تمام؟ يعني دي شمسها مش حاجة محطوطة. الجزء ده بقى اللي هنروق كل ده من حاليا هنشيله من هنا، بس مش كله يعني. هسيب اكيد الشوايه ده مكانها اصلا، بس الحاجات دي لا هطلعها في اي حته، كراتين دي في اي حته. المنظر ده مش حلو اصلا ومش لطيف. المنظر اللي هنا كان ايه تحفه. بصوا انا كنست بس، يعني خليت كده الدنيا هنا زي الفل. هي كده كده اصلا، بس انا ايه يا دوبك كنست. بعد كده الحاجه اللي كانت هنا كلها شلتها خلاص. المنظر بقى زي القمر قوي. رصيت الحاجه كلها في كرتونتين كده، وخليت الوضع يبقى بالمنظر ده. خلاص هشغل المكنسة هنا كمان. على فكرة هو الأذان أذن، ده أذان من جوه عندنا احنا يعني. أنا شايلة ستارة هنا من فترة كبيرة أوي كمان. مش عارفة، مش عايزة أحطها أصلا. في نفس الوقت عايزة أخلي الستاير نظيفة إلى حد ما يكون في مناسبة مهمة أفرشها. فعايزة أشيل دي كمان اللي هي فوق جهازي أنا، وأغسلها. ويعني هو أنا جهازي شكله رخيم قوي، أغسلها وأسيبها برضو الوضع الإيه اللي لو في مناسبة أبقى أفرشها فيها. طيب أنا لما كنست الأوضة هناك مش عارفة أوريكم ولا لأ، بس المهم إن أنا خلصتها يعني، وخليت الدنيا هناك زي الفل. هنا أنا مش هاكنس، أنا حقيقي مش قادرة، لأن النهاردة أول يوم في نسبة كورتيزون أقل من الطبيعي اللي كنت باخدها. يعني النهارده بقى حباية ونص مش حبايتين. فحقيقي تعبانة قوي، ضهري وجعني جدا جدا، وحرفيا بتحرك ببطء فظيع. انا كنت متحمسه قوي، مكنتش عامله حسابي خالص اني هتعب كده، ولكن مش قادره بجد. خلي وضعي كده. هي مش وسخه قوي، وحرفيا هي مش باين عليها اي حاجه غير لما اهل البيت او اصحاب البيت هم اللي يكونوا عارفين، بس حقيقي مش باين عليها اي حاجه. هوقف لهنا وهقوم اشيل دي واغسلها. انا اصلا عندي حاجات كتير قوي تتغسل ومهمه، وعايزه اعمل حمام ميه سخنه لغسيل ابيض. بجد ربنا معايا، وفي حاجات تانية عايزه اعملها في المطبخ. انا جيت اقفل الاوضه بس قلت اوريكم المنظر العام، بجد حقيقي مفرحني قوي. الارض كده بصوا جميله خالص وهاديه. هي الحاجه بتاعتها هي جاهزه، ان شاء الله تمشي على خير بامر الله. يهنيها بيها يا رب وفي سعيدها. طبعا ملناش دعوه بدي خالص خالص، حقيقي ملناش دعوه بيها، معرفش عنها اي حاجه. منظر صعب أوي. لا بجد هقفلها وبرضه هقفل دي كمان عشان المنظر ده من قدام باب الاوضه بيبقى وحش للي قاعد في الصاله كده او اللي داخل. ف باي. حرفيا انا مش عايزه اجي المطبخ، لاني حاسه ان انا لو جيت هنا مش هطلع تاني. انا هوريكم كام حاجه، يعني هوريكم الساعه وهوريكم ورايا كام حاجه، وهقول لكم انا عايزه اعمل ايه تاني. ثواني. بصوا الطماطم دي كلها المفروض تتسلق. لو تاخدوا بالكم الطماطم دي بقالها كذا يوم. الحاجات دي المفروض تتفضى في في اطباق اصغر، واللي محتاجينه واللي مش محتاجينه هيترمي. الساعه 2 البوتاجاز عايز يتنضف، وواضح ان هو بقاله كتير متبهدل. هو يعني ايه مش مفيش مواعين، هو مفروض ان دي مواعين بس هي لسه هتتفضل. ولما هفضي من هنا انا هطلع مواعين كتير، ودول عايزين يروحوا مكانهم. فعارفين انتوا اللي هو انا تايهة مش طبيعية، غير ان ماما ما اتشطفتش لحد دلوقتي. فاللي هو وانا اصلا مصدعة قوي، عندي تل غسيل في اوضتي عايزة اطبقه. انا حقيقي مش عارفة ابدأ منين. انا كل اللي بيجي في بالي انضف الجزء اللي هناك، لانه كان معصبني، وهو ده اللي انا اصلا كنت عايزة اعمله بقالي كتير بقالي كذا يوم.
بعد كده عايزة اسلق الطماطم واطبق غسيل وانشر غسيل، ده غير ان الغسالة بدورها. المهم لقيت ماما عايزة تتشال، اقسم بالله انا ما عارفة اعمل ايه بالظبط. تهت تهت اللي هو مين يودي فين يروح فين مين يعمل ايه. حاليا بفطر ماما، يعني عملت لها فطار وبتاكل، فهاخد انا الطماطم اغسلها واسلقها. يبقى مثلا ايه، دورنا الغسالة وماما بتفطر والطماطم بتستوي و... ومش عارفة اعمل ايه. بس اكيد يعني لما هي تخلص فطار هخش احميها، بعد كده ايه هننشر. مش عارفة مش عارفة حاسة اني تايهة وتعبانة قوي، دايخة جدا. جهزت، الاخت خلاص جهزت، هنحط لها حلة هنا وبعدين نقعد نغسل وننضف اي قطع حاجات مش كويسة كده ونحط في الحلة. هاجيلكوا تاني بعد ما احطهم في الحلة. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. دي كده الطرية، اطرى شوية من دول ما شاء الله الله اكبر. دول كويسين قوي. فهنحط هنا مية مثلا شفشق او مثلا شفشقين. بصوا 2 لتر ميه خلاص، يعني عشان هي هتحتاج ميه كتير لان طلعت انشف شويه من اللي بجيبها كل مره، فبالتالي هتاخد ميه كتير وهتاخد وقت في النار. هنحطها على النار دلوقتي وارجع لكم تاني. اهو انا كده ولعت عليها، نغطيها بقى ونسيبها براحتها. الساعة 3:15، مش عارفة بصراحة هتاخد وقت قد ايه، بس خلينا احنا بقى نشوف اللي ورانا. صراحة مش عارفة اطلع لماما احميها مثلا عجينة ولسه اصلا في حاجات تتلم هنا وحاجات تتلم، انا مش عارفة اعمل حاجة بجد، بس بتهيألي اطلع لماما بصراحة لاني اتأخرت عليها اوي. متخرجتش، انا لميت كل حاجة حواليا حرفيا من الاكل. قعدت ألملم كده من على الرخامة. ده لبن قاطع بس انا حاسه ان احنا نستفاد بيه، ده الزيت عايز يتصفى، وده كان السلطه كان طبق كبير قوي والحاجات دي كلها هتخلص دلوقتي المفروض. كان في هنا بقى ركشة حاجات، بصوا ده فلفل وده فلفل بس ده عايز يتنقى منه الوحش، وده لسه طازه كمان جزر بس مش عارفه اعمل بيه ايه، وعنب لسه هغسله ونطلع بيه. المهم عندي تين طري تمام، فعايزه اعمله مربى. ماشي، جيت جبت من على النت كلهم بيقولوا لي لا كامله ومش لا كامله، فلقيت واحده من بين الف الوحدات بتقول لا طازه بدون سكر وفي نفس الوقت ايه من غير ليله كامله ومش عارفه ايه. المهم هي كلهم اشترطوا على حاجه واحده ان دي بتتشال. فانا يعني ربنا يستر، انا عمري ما عملته. خالته الله يرحمها يا حبيبتي يا رب، هي عارفه ان انا بحبه، فرحت جايبهولي وراحت عاملهولي. انا كل اللي انا فاكره ان هي كانت واقفه بتقلب كتير، يعني كانت واقفه على البوتاجاز بتقلب كده كل شويه من وقت للتاني، وهو خد وقت قوي بصراحه على النار. ماشي، مع انه كان طري برضو. فانا هشيل دي واقسمه نصين كده لو في حاجه ناشفه شويه، وهحط نص كوبايه سكر. يعني اللي قالت من غير سكر دي انا مش هسمع كلامها بصراحه، عشان انا عايزاها مسكره شويه. المهم هسيب نص كوبايه، بيقولوا 2 كيلو ايه، نص كيلو سكر، كوبايتين سكر ومش كوبايتين سكر، نص كيلو سكر. انتوا مجانين ولا ايه؟ كميه السكر دي هتبقى مسكره الزعقه. انا بحبها مظبوطه، يعني اللي هي سكرها خفيف شويه. فلان هم مش كيلو اصلا، ما اعتقدش ان هم كيلو يعني. هحط بصوا انا مزلوله عشان بصور وبعمل، بصوا السكينه اصلا. المهم هحط نص كوبايه سكر عليهم كده، هقسمهم بالنص وهحط نص كوبايه سكر. وبصوا تعالوا نعمل المقادير سوا. تعالوا نعمل مربى التين. انا عندي هنا شويه تين، هما بصراحه انا مش هقدر اعرف الكميات دي ايه لان مش انا اللي جايباه، بس انا لقيته في التلاجة كده فقلت ايه اخده اعمله مربى عشان كان طري بقى. فبصوا هتلاقوا في واحده كده طريه، كام واحده طريه. بعد كده ده انا قطعته 4. كل اللي انا عملته ان انا شلت الجزء اللي هو بيبقى من فوق دوت. عندي هنا كوبايه سكر، وعندي نفس الكوبايه نفس حجم الكوبايه ميه. نقلبهم شويه كده مع بعض، وعشان اعادل بس حموضه المربى هحط نص ليمونه.
بعد كده هرفعهم على النار. بصوا هنبقى نسيبها من وقت للتاني كده، وبعدين قصدي نقلبها يعني من وقت للتاني لمدة مثلا ربع ساعة. بعد كده هنشوف ايه اللي حصل، يعني نزل خالص التين كده وبقى طري، ولا ممكن نزود اكتر من كده وقت. زي ما قلت لك ان احنا هنعمل كده بالهراسه دي. بس عايزه اقول لكم طعمها تحفه، انا عجباني قوي ومبسوطه قوي ان انا اول مره في حياتي اعملها وانجح فيها على طول. بصوا من المفترض ان انا عايزه احطها في برطمان ماشي، فبعدين بدور على برطمان، انا اصلا بدور على برطمان صغير وحياة ربنا لقيت عندي البرطمان ده كبير ومكتوب عليه مربى تين، مش عارفه استاذ شركه الاستاذ ولا مش عارفه ايه، فمش عارفه يعني ممكن تاخد الكيس كل البرطمان كله ولا لا، هتبقى قليله ايا كان. انا حاسه ان الموضوع حلو كصدفه ان انا اصلا اعبيها ببرطمان تين مسبقا يعني. اقسم بالله انا متفاجئه من الكميه، بسم الله ما شاء الله، انا مصدومه انا قلت مش هتيجي كلها، فانا مصدومه قوي. بس ما شاء الله حلو قوي يا جماعه، والله العظيم بجد انا فرحانه جدا جدا. اخيرا دخلت البلكونه هنشر طول، هما حبه كده مش كتير بس حبه يعني. طبق العسل ده او كيس العسل ده بهدل الدنيا، كل ما باجي افتح الجرف الاقي عسل من تحت كده او حاجه وعماله تنزل على التوابل وكده. قلت ابص الدنيا ماشيه ازاي، لقيت المنظر ده، وبعد كده لقيت المنظر ده، فانا حرفيا اتحرق دمي، لان كمان بصوا في نقط عماله تنزل تروح نازله ايه على علب البهارات اللي هي التوابل، علبه التوابل، فالدنيا متبهدله وانا زهقت. انا بجد زهقت من المطبخ ومن البيت كله. بصوا انا حرفيا ده اللي وصلت له بعد هلك هليك بالسكينه بقى والقماشه. بصوا كميه العسل اللي طالعه، لا وزيت اللي هنا ده بقى طلع زيت، قعدت ادعك كتير قوي قوي قوي، ده اللي وصلت له بعد معاناه. وهدعك تاني ساعه الفرش، بس انا حاليا هلم بس دول، يعني مش هيفضلوا قاعدين لي كده، نحطهم هنا باي شكل لما المفرش ينشف. انا هوريكم المفرش انا غسلاه اصلا، المفرش كان كله عسل يعني. بصوا ده كده البقايا، قعدت اطلع منه كتير قوي، هي كميه عسل رهيبه. فلما يتغسل بقى بميه وكلور وكده ان شاء الله هينضف اكتر، فلما ينشف هبقى امسح تاني واجدد تاني بايه بميه وكلور على تحت البرطمانات. لكن حاليا انا هلمهم بس عشان المنظر بتاع الرخامه، عشان انا بجد محتاجه ان الرخامه تبقى فاضيه. ده المفرش التاني اللي هو كان عليه بهارات، اللي هو كان هنا يعني. ده كده المفرش الاول شلناه وبليناه وايه نضفنا على قد ما قدرنا وكملنا تحت، وحطينا قصدي البرطمانات على ما المفرش يتغسل ونبقى احطه وبرده ابقى ادعك تاني. تمام، نزلت اللي تحت شلتهم كلهم برده هم البرطمانات ونضفت برده على قد ما قدرت وعلى قد ما ايه ما البتاع خد. بصوا بقى الفوطه نازله ازاي، بصوا هتبقى عامله ازاي دلوقتي. يا لهوي بصوا الميه كانت مكبده والله. هنسيبها شويه وهي تروح مطلعه كل العسل اللي فيها او الزيت، وهترجع زي المفرش التاني، بس برضه هيحتاج غسيل بميه وكلور وبرسيل جل والكلام دوت. هرص بقى دول تاني هنا في الضرفه. اللهم صل على النبي. انا باخدهم اللي هو ايه ابعد حاجه لحاجه مثلا ما استخدمهاش على طول، بتبقى ابعد حاجه. بس كده تمام، هي ناقص بس هنا زيت الحار. بس حرفيا الازازه منظرها فظيع،
انا بجد مش عارفه حتى انضفها ازاي. وعندي اصلا زيت حار في برطمان اهو، ده هو والعسل اللي بهدلوا الدنيا. بصوا الوضع اللي كنا فيه ده. عايزه اقول لكم انا اصلا بصوا هنا اكتشفت وانا بشيل الطبق من قبل ما اشغل الفيديو ان كان في عسل وزيت حار هنا. مش قادره اوصف اصلا الكميه قد ايه اللي كانت واقعه. فده انا مش عارفه، انا بفكر بقى استنى والله جاتني فكره حلوه ان انا مثلا هقول لكم هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه اختي ده كيسين؟ ما بحبش ريحه الزيت الحار اصلا، يعني ريحته بشعه ما بحبهاش. استنى، الفكره اللي توصلت لها ان انا افضي كل اللي كان هنا مع الكيسين وحشين ابو ريحه وحشه ده. المهم يعني اني فضيت دول وفضيت ده هنا. انا بقى هنضف دي ازاي ورب الكعبه ما اعرفش حقيقي. انا ما عنديش اي خلفيه، هي كانت هتتكسر خالص. ما عنديش اي خلفيه والله هنضفها ازاي. انا حرفيا نضفت الرخامه على الوضع اللي انا اقدر استحمله، بس انا حاليا حقيقي في امس الحاجه الايس كوفي. انا عملت لبن بودر معلقتين وميه سخنه وخليته بارد خالص خالص عشان اعمله ايه كانه لبن طبيعي. وحرفيا لما دقته اقسم بالله انا ما قادره افرقه بين اللبن بين اللبن الطبيعي وبينه. فحقيقي لا عجبتني الفكره، والكيس ب5 جنيه وهما معلقتين ولسه في معلقتين كمان فاقدر استخدمهم مره تانية. هجيب هنزل النسكافيه دلوقتي. سوري بقى المقاطعه وغيره وغيره وغيره، انا هموت واشرب ايس كوفي اصلا. هجيب التلج اخر حاجه مش دلوقتي ماشي. يلا. خفت اليوتيوب بيعمل اصل الفيديو كله او كوبي رايت للفيديو كله بسبب الصوت، لان هي اصلا لما عملته على تيك توك عمل صوت لطيف خالص. اشربي قهوتك ده كان سو كيوت، فقلت اعمله بريكورد كده وخلاص. انا اول مره في حياتي اعمله. انا عملت حسب اللي انا بشوفه حسن جوز اختي بيعمله وخطيب اختي بيعمله. هو كان بيقول لي تحطي 3 معالق ميه على معلقتين سكر او 3 معالق ومعلقه من النسكافيه او معلقه ونص. فانا عملته بالظبط زي ما انا عايزه. السكر قد ايه وعملت 2 بس سكر. وده اللبن اللي قلت لكم عليه ان هو اصلا من بتاع دوت نيدو. هو لطيف بجد، انا مبسوطه. انا حاسه ان انا على فكره خلي بالكم اللبن وقع هنا والله لازم رحت اقصاه. وهنا جبت التلج. انا مبسوطه قوي حقيقي، اول مره في حياتي اكون مبسوطه كده. هبقى انزل الفيديو التاني لوحده ان شاء الله ما يتقصش، او ممكن ابقى اجيب له اغنيه من اليوتيوب ينفع ايه تتعمل عليه. طلعت خدت لي كام صوره كده هناك. انا مش قادره اوصف لكم انا مبسوطه قد ايه عشان الايس كوفي. حقيقي كان نفسي اعمل فيديو زي ما بشوفه في السوشيال ميديا وكده. الحمد لله عملته، بل حاسه ان هو احلى. ف بصوا انا مش قادره اوصف لكم فلتر مع ملامح وشي الاتنين انتن من بعض. بصوا منا معاها بنوته كده اسمها عبير. يتيمه يعني وهي قاعده معاها وكده. المهم البت دي خفيفه شويه بس بمزاجها، يعني هي اصلا عندها زي كهرباء او حاجه زي كده. ف ربنا يكرم ونشوفها في يوم من الايام. المهم يعني عايزه تساعدني بس ايه بمزاج. فانا ما طلبتش منها حاجه من صباح ربنا، ما طلبتش منها حاجه خالص حقيقي. فين وفين على ما فكره اطلب منها. فالمهم هي متضايقه ان انا ما بطلبش منها حاجه، اللي هو يا ماما اطلبي لي حاجه، فاهمين؟ اللي هو ممكن اكون بتكلم الاقيها بتقول لي بتنادي يا ماما طب عايزاني في حاجه يا ماما. فانا اصلا انا طلبت ولا انا عايزه منها لنفسها. وانا بنشر الغسيل بقول عايزه اخلص واعمل البوتاجاز. راحت داخله اعمل البوتاجاز. احنا قاعدين بنعمل المخلل. منى عملت مخلل بالمناسبه النهارده. الغدا اصلا كان رز ابيض وكبد وقوانص، بس كان طعمهم حلو قوي 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 حقيقي. منى تسلم ايديها بصراحه. انا اللي عامله الرز بس منى اللي عامله الكبد والقوانص. انا مقطعه كل حاجه بس هي اللي متبله. المهم يعني انا بوريكم ايه اللي حصل. هي راحت عامله المواعين كلها انشر. انا عامله انا احمي، يعني انا كنت احمي ماما. لا انا احميها. رحت طب انا كنت غير مليت ماما تروح هي مغيره. المهم ان هي مش معايا يد بيد. فانا هنا المطبخ فاضل له كنس بس الصراحه كده مفيش مواعين. البوتاجاز نظيف، الرخامه زي ما انتم شايفين هي كانت نظيفه بس انا عملت الحاجه بتاعت الايس كوفي. فاضل بقى ايه بقى؟ الطماطم. فانا عشان موضوع الطماطم ده قلت هظبط الرخامه. فانا بظبط الرخامه لقيت نفسي خلاص انا فصلت. رحت قايله اشرب ايس كوفي. ف عملناه زي ما قلت لكم، بس هبقى احط لكم بقى فيديو مع نفسه كده. فيلا واحنا بنشرب ايس كوفي بقول لكم عامله زي عيني التعبين. واحنا بنشرب الايس كوفي نعمل الطماطم
انا قلت قبل كده ان انا هعملها في الخليط مش هعملها في العصاره، ان حقيقي انا مش قادره خالص. يا هيتا بره النهارده برضو، وبابا بايت بره النهارده برضو، ف الله المستعان. انا حاسه ان الفيديو ده مش هينفع ينزل كامل لانه بجد هيبقى كتير قوي. هو بصراحه كان يوم متعب، وانا حقيقي كنت محتاجه تحفيز وحماس وكده، فكان لازم ابدا بفيديو لان كل حاجه كانوا كتير قوي والله العظيم بجد. انا عملت حاجات كتير قوي النهارده، من اوضه يارا لما العزال، من البلكونه، من التنظيف النهارده، من بتاع الطماطم اللي تتنضف وتتعمل. كنت عايزه اغير مرايه ماما معاكم بس هي غيرتها، كنت عايزه اعمل بوتاجاز معاكم بس هي عملته. فانا كنت عارفه انا ورايا ايه، كم حاجات قد ايه. ده في غسيل عندي في الاوضه يتطبق بس مش قادره بجد، مش قادره. ده غير الغدا، ومنى راحت طالعه لي في البخت وقالت لي انا عايزه اعمل المخلل. انا غير ان انا عامله الثلاجه بالمناسبه، نظفت الثلاجه، شفت الحاجات اللي كانت هنا كلها نظفت انا الثلاجه. المفروض ادخل الحاجات تترص، انا مطلعه الحاجات بره بس الحاجات المفروض تترص في الثلاجه هرصها معاكم. فبجد كان يوم متعب، انا كنت عارفه ان هو هيبقى متعب. غير الغسيل، انا ما قلتش ان انا شغلت الغسيل في الفيديو تقريبا، فكان لازم يبقى عندي تحفيز وحماس وكده، فكنت حابه ان انا اعمله فيديو بصراحه، بس حاسه انه هياخد وقت قوي. الفيديو اصلا انا عماله اعمله يعني اسستم كل فيديو بعمله ببص بلاقيهم نص ساعه. اخر حاجه انا سايباها نص ساعه مش عارف، ده غير ان انا عملت مربى. بصوا كل ده النهارده بس. لا انا النهارده لازم اقصه من اللي هو بتاع، لان كده هيبقى ممل، هيبقى انا قاعد بشوف ملل. بس صدقوا، طب مين اللي قاعد يشوفني؟ انا اللي بشوف نفسي. طب ما تخلي اصل التاني يعني ما يكملش 10 دقايق ربع ساعة، ما يكملش والله. مش عشان حاجة، مش عشان الفيو او مش عشان الانشاط او عشان الشورتس قصدي والفيديو. انا حاسة ان هو كان يوم ملوش لازمة، يعني اتخانقت وعملت مشاكل علشان اجيب حقي، وفي نفس الوقت حددت حاجة انا ما كنتش عايزة احددها، في نفس الوقت لا حصلت مشكلة تاني. اللي هو ما عملناش اي جديد النهارده. بس امبارح اتكلمنا مع بعض باسلوب مش لطيف خالص، وحسيت حاجات وحشه، يعني حسيت حاجات وحشه كتير قوي بيني وبينه. فانا بجد كنت محتاجه ان انا اعمل فيديو. هخليه كامل مش مشكله. بصوا الاجواء اهي، من الخلاطه اهو والحله اهي، والطماطم مسلوقه هي، بس ممكن تكون سخنه شويه فمش متاكده من المعلومه، ولكن انا هوريكم انا هعمل ايه. بس مش هكمل معاكم الفيديو كله، مش هينفع خالص لان بجد ما شاء الله اكبر هي كتير. استنى عشان المره اللي فاتت كنت برضو نفس اللي عملته المره اللي فاتت، نسيت اجيب طبق اقشر فيه القشر. بسم الله. هنشيل القشر كده، عموما بتشيلي القشر ماشي، وهرميها في الخلاط على طول. بس هكمل دوت وارجع لكم. بصوا ما شاء الله اكبر، الحله عملت الكميه دي 3 6 9 تمام. الساعة بقى كام؟ الساعة 1:30. انا بموت بجد. تعالى بس نحطهم في الفريزر بسرعة قبل ما يبوظوا، ونعين الاكل بتاع التلاجة في التلاجة، وهنتكلم تاني عشان بجد محتاجة اتكلم على كل اللي عملته النهارده. انا تعبانة قوي. لحظة إدراك إن دول هيتحطوا هنا. أنا بموت يا ولاد، والمصحف بموت. بسم الله. أنا معرفش هي ليه حاسة مكركبة، بس والله العظيم هي متنضفة تنظيفة كويسة. خلصنا، وعملت شوية أزايز عشان كده طبعا ما كانش في أزايز من الصبح،
كان لازم اعبي فيها شويه ازايز وهكذا يعني. حقيقي انا مهلكانه جدا. وطبعا دي لحظه ادراك مميته ان انا لسه عندي دول. انا مش قادره اتحرك، حقيقي مش قادره. وطبعا الطبق ده كان عندي في الاوضه قبل ما اكلت فيه بطاطا وبسبوسه وسايباه. دي اكياس الطماطم هي الشفافه دي. لا والله وقسما بالله انا بموت. بصوا الساعه كام؟ وعندي مستشفى الساعه 8 الصبح، ورب الكعبه انا بموت. خلاص انا صحتي خلصت، صحتي راحت. على فكره انا مش جعانه، مش انا اكل اهو وكتاب اللي مش جعانه، انا عايزه انام، انا عايزه انام. بصوا هو انا بصراحه كان نفسي اشيل المواعين دي بحيث ان المطبخ لما مثلا نجيبه كده، يعني مثلا بصوا المنظر يبقى امور وفاضي. هو الضرفه دي ما بتتقفلش، يعني الضرفه دي بايظه من جوه، يبقى فاضي كده ونضيف ومفيش مواعين هنا. بس حقيقي اقسم بالله ما قادره. هما لسه ما اتصفوش، انا بس طفيت الشفاط وبجد محتاجه اخد شاور لاني لازم انام عشان بجد لازم اروح المستشفى. ف كفايه كفايه، مش هستنى ومش هعمل حاجه، انا مش قادره. تعالوا نشوف ورانا ايه تاني. طبعا هنا مش هينفع يطفي النور خالص. استنى انا معلقتش دي بتاعت الزرع. ثانيه واحده اتعلقت خلاص. دول انا خلاص نقعيهم وهنسيبهم كده شويه بميه وكلور، وهنا مش هنعمل حاجه. دول عايزين يدخلوا الحمام وانا عايزه اخد شاور. تعالوا بقى اوريكم انا عامله ايه الناحيه دي. اعتقد ان احنا قلنا ان احنا سايبين الوضع هنا على ايه، وانا عملت هنا الوضع على ايه. والقوطه سيبكم من دول، احنا هنرص حاجات ميار هنا فيهم. طيب انا مطولتش في اوضه ماما عشان هي نايمه، حرام ان انا مثلا اتكلم بصوت وكده. فالفكره هما فيها ان انا روقتها خليتها زي الفل، والملايه اتغيرت ونشرنا الغسيل. فحقيقي مش هعرف اجيب كل التفاصيل دي. انا هخش اخد شاور، عرفت افتح معاكم عرفت، معرفتش هقفل الانشاء على كده وهنزله. انا بموت